صباح الخير على حبايبي الحلوين. اهلا بيكم في معلومه جديده على الماشي مع مومه علشان ما ننساش. معلومه النهارده عن ايه يا مومه؟ معلومه النهارده مهمه جدا لتلاميذ الصف الثالث الابتدائي ولاي حد اول مره يسمع المعلومه دي. ايه هي المعلومه؟ عندما ابدا بالفعل لا ثني ولا اجمع. تمام؟ يبقى بدايه الفعل ملهاش علاقه بعدد الفعل، حتى لو كان الفعل مثنى او جمع الفعل يصبح زي ما هو. ليه يا مومه؟ طب تعالى نشوف مثال الاول وبعدين نقول ليه. زرع الفلاح القمح. تمام؟ طيب لو هما فلاحين، 2 فلاحان، هقول ايه؟ زرع الفلاحان القمح. طب هما اكتر، جمع، هقول ايضا زرع الفلاحون القمح. يبقى الفعل في الاول ما بتغيرش بتغيير عدد الفاعل. تمام؟ ليه بقى؟ لان الفعل في الاول يا حبايبي قوي. فاهمين يعني ايه قوي؟ ما بيتغيرش وما بيتغيرش بعدد الفعل. يبقى اذا بدأنا بالفعل لا نثني ولا نجمع. ايه رأيكم في المعلومة؟ اكتب لي لو فهمت الدرس، واكتب لي ايضا لو كانت المعلومة بالنسبة لك جديدة، وما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس. وخلي بالك ان الدرس اللي جاي مهم جدا، استنوني قريب جدا هنتكلم عن حاجة كلكم سألتوني عليها. تمام؟ هنتكلم عن الاسماء الخمسة. استنوني، ما تروحوش في اي حتة، واشوفكم قريب. هتوحشوني. سلام عليكم.